السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هاعمل لكم وصفة جميلة جدًا وهي عشق الطفولة، هوهوز أو الhostess cake. هاعمل لكم النهاردة كب كيك الشوكولاتة زي ما إحنا بنقول عليه. معانا هنا حباية واحدة من البيض وكوباية من السكر. هنا بقى عصرة من الليمونة، معلقة صغيرة يعني، فانيليا، ربع معلقة من الملح، أقل من ربع معلقة كمان على طرف المعلقة كده. هنضرب المكونات دي كلها مع بعض. هنا السكر بتاعي خشن عادي، ممكن تعمليه سكر ناعم، سكر خشن، موجود عندك المتوفر. هنضرب بالمضرب بتاع الكهرباء، ممكن تعمليه في الخلاط بس انا بفضل هنا ان احنا نعمله في مضرب الكهرباء علشان الخليط يبقى معايا كريمي كده وابيض وفاتح زي ما انتوا شايفين. هينفع معاكي جدا للمدارس لو انت حطيتيه في اللانش بوكس للاطفال، هيحبوه جدا. هش ولذيذ وطعمه جميل جدا، بيفكرك بالهوز اللي احنا كنا بناكله. واقتصادي في نفس الوقت ببيضة واحدة بس. هنكمل ضرب هنا. شايفين القوام بقى كريمي ازاي؟ هنحط كوباية من الحليب اللي هو اللبن، هننزل بيه شوية بشوية كده زي ما انا نازلة اهو. هنضرب ضربتين تلاتة كده علشان الهواء او الفقاعات بتاعتي متخرجش من الخليط الكريمي اللي انا عملته. تمام كده. هنحط نص كوباية من الزيت. الزيت هنا مش هنضربه غير ضربة واحدة بس كده خفيفة علشان ما يخرجش الهواء اللي في الخليط بتاعي. المادة الدهنية بتبقى تقيلة على الكيكة فبتخرج الهواء. اهو ضربتين اتنين بالظبط. وهستخدم المضرب اليدوي بتاعي اهو، هو اللي هكمل بيه باقي الوصفة. اتأكدت ان مفيش حبيبات من السكر. هنا هنجيب كوباية ونص من الدقيق متعدد الاستعمالات، هنحط عليه من 3 ل4 معالق كبار هرميين كاكاو خام اسباني. انا استخدمت هنا كاكاو الخام الاسباني حسب ما انت حابة الطعم اكتر او اقل يعني الكاكاو فيه. انا حطيت 3 معالق. هنا معلقة من صغيرة من الحليب البودر، ممكن تستغني عنها بس بتدي طعم جميل جدا. معلقة صغيرة مليانة من الكيك شيف. على طرف المعلقة هنا بيكربونات الصوديوم، بتخلي كيكة الشوكولاتة عامة بتخليها عالية وهشة. هنا بقى معلقة من القهوة سريعة الذوبان، أنا بحب أحطها علشان تعزز طعم الكاكاو عندي. هنا هقلب المكونات الجافة دي كلها مع بعض. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو اعملي لايك وشير واشتراك علشان توصلك كل الوصفات. نكمل باقي الوصفة بتاعتنا. هنقلب المواد الجافة مع بعضها كويس. انا اهم حاجة هنا ان انا كنت نخلة دقيق علشان كل ما تنخليه اكتر كل ما الكيكة تبقى هشة معاكي اكتر. هنحطها على السوائل بتاعتنا. هنقلب كده، نمزج المكونات كلها مع بعض. شايفين اللون عمل ازاي؟ قوام مظبوط بالظبط واللون مظبوط بالظبط يعني. الكاكاو تمام كده يعني 3 معالق بالظبط. انا استخدمت 3 معالق، لو حابة تحطي 4 ممكن عادي، مش مشكلة.
ده بالظبط هيعمل معاكي من 15 ل 16 قطعة من الكب كيك. الصينية بتاعتي، شايفين القوام حلو ازاي؟ القوام اللي هو خفيف ولا هو تقيل، القوام مظبوط بالظبط. يعني الوصفة مظبوطة بالملي كده زي ما بيقولوا. أهم حاجة نمشي على الخطوات كويس. شايفين مفيش تكتلات الحمد لله. القوام تمام كده مظبوط. هنا هنجيب علب الكب كيك بتاعتي. ممكن انا هحط نص لحد نص العلبة، يعني لحد نص القالب الصغير بتاعي. هحط العجينة بتاعتي لحد نصها يعني. ممكن تزودي لو انت عايزاها عالية زيادة، يعني انا حبيت تبقى مظبوطة كده، ما يبقاش طالعة شوية من العلبة، فحطيت نصها بالظبط. شايفين؟ نص بالظبط. لو انت حابة ان هو يبقى اعلى من كده زودي شوية، خلي التلات ارباع عجينة الكيك. عشان ما نبهدلش الدنيا، نصفي الخليط شوية. كمل باقي الكبات بتاعتي وهرجع لكم تاني. هنا كنت عملتها كلها اهو، واتبقى برضو شوية من خليط الكيك، انا هحطه في القالب بتاعي. انا لو كان عندي علبة تاني كان عمل 16 قطعة بالظبط او 17 قطعة من الكب كيك، فانا كملتها في القالب بتاعي. تنفعك لأطفالك في المدرسة، تبقى جميلة جدا وصحية، يعني كل مكوناتك من بيتك ومضمونة. درجة حرارة 180. الكب كيك مش بياخد كتير في الفرن على فكرة، يعني 10 ل 12 دقيقة بالظبط وتشوفيه. هنا هنحط مج بتاع القهوة كده، هنحطه كريم شانتيه خام، وهنحط بنفس المعيار كوباية من المية. لو انت حابة تحطي حليب ماشي اوكي مش مشكلة. هنا هنقلب بالراحة كده قبل ما اشغل الميكسر بتاعي او المضرب بتاعي، علشان ما يطرطش علينا ويبهدل الدنيا. هنا هنحط معلقة ونص صغيرة من السكر، مظبوط بالظبط، يعني التقلية بتاعته مظبوطة بالظبط. جهز الكريمة بتاعتنا. الكريمة ابتدت تتقل معايا، زي ما احنا عارفين طبعا المية تكون ساقعة أو الحليب يكون ساقع. نكمل ضرب الكريمة بتاعتنا لحد ما قوامها يتقل. لسه شوية، عايزة تتضرب تاني. أنا ولادي مش مستنيين إن أنا أكمل باقي الوصفة والله، يعني مستنيين الكب كيك بفارغ الصبر، يعني ما بيقعدش والله، يعني بيحبوه جدا.
ثابت مكانه كده. تمام، الكريمة بتاعتي جاهزة. احطها في التلاجة لحد ما الوصفة بتاعتي تجمد. هنا هنجيب الكب كيك بتاعنا اهو بعد ما طلع من الفرن. شايفين جماله؟ شكله هش وقطني وجميل جدا وسفنجي خالص اهو. مش قادرة امسكه بصراحة، سخن. هسيبه يبرد. اهم حاجة ان هو يبرد كويس وبعد كده نشتغل بيه. هنا هجيب عندي شوكولاتة دارك وعندي شوكولاتة فاتحة. وحطيت لهم معلقة من القشطة اختياري. ممكن ما تحطهاش خالص عادي. هنقلب ده كله مع بعضه. انا عايزة اسيح على حمام بخار مية سخنة. هنحط معلقتين من الحليب وهنشوف اذا كانت هتحتاج تاني ولا لا. هي اكيد هتحتاج تاني طبعا. هنقلب كويس. نحط معلقة واحدة من الزيت. معلقة واحدة بس. حطينا 4 معالق من الحليب مرة تانية، بس الكاميرا هنا ما جبتهاش. اهو شايفين القوام بتاع الشوكليت حلو خالص. جاهز الحاجة بتاعتنا علشان نحشي الكب كيك بتاعنا. شايفين المقور بتاع المحشي؟ انا بفتح بيه من تحت. في كريمة حطها في كيس حلواني. اهو. فيها فتحة صغيرة في الكيس وبعد كده اقفلها بباقي الكيك اللي انا طلعته. وبعد كده هغطسه في الشوكولاتة بتاعتي اللي انا سيحتها على حمام البخار. هننفض كده اي شوكولاتة زايدة. متبهدلش الدنيا معانا. ممكن افتحها من فوق بس انا بحب ان انا افتحها من تحت علشان ما تبوظش شكلها من فوق. هجرب الاتنين ونشوف انهي افضل. برضه هنحشيها كريمة. تغني عن حشوة الكريمة خالص. ممكن تخليها من فوق بس عادي مش مشكلة. بس هنا طعمها كأنك بتاكلي هو موز بجد. شايفين؟ كملنا اهو الباقي. شايفين جمالهم؟ هنا المفروض احط شوكولاتة بيضة بس انا مكانش عندي فانا زينتها بالباقي الكريمة الموجودة عندي. زي ما قلت لكم هم مش مستنيين اصلا ان هي تتزين اساسا. هم اخدوا شوية الباقيين يعني. التزيين ده بقى ليكي انتي يعني زي ما انتي حابة تزينيه. انا عملت خطوط رايح جاي كده. المفروض شوكولاتة بيضة كده هتبقى حلوة جدا من فوق. بس انا طبعا ما كانش موجودة متوفرة فانا عملتها بالكريمة اللي عندي. خلص باقي الكمية. ده القالب بتاعنا برضو حطيت عليه شوكليت باقي الشوكولاتة الموجودة اللي انا سيحتها. وهحط عليها باقي الكريمة. هكمل تزيين الباقيين دول. هنا كنا خلصنا خلاص الوصفة بتاعتنا. هحاول افتح لكم واحدة كده عشان تشوفها من جوه عشان طعمها وشكلها حلو ازاي. الكيكة هشة وقطنية واسفنجية اهو محشية من جوه الكريمة وطعمها جميل جدا لا يقاوم. فأولادك هيفرحوا بيها جدا. إذا عجبتكم الوصفة لايك وشير واشتراك متنسونيش علشان توصلكوا كل وصفاتي.